نيجي بقى الطفل بعد ما كبر او الطفل بعد الولاده بقى. طيب الفيديو ده عباره عن ايه؟ الفيديو دوت جاي اقول لك هو ازاي اصلا وش الانسان بيبوظ، لان من اهم الاسباب ان وش الانسان بيبوظ هو التنفس من الفم، لان اغلب الاطفال دايما بتلاقوهم فاتحين بقهم كانهم مسبهلين من حاجه كده، تحس انهم بيقدروا يشوفوا عالم اخر، بيشوفوا الملائكه قدامهم، فدايما بيتنفسوا من بقهم ومناخيرهم قدام الغايه نهائي، فده بيبوظ شكلهم مع الوقت، واحنا مش عايزين كده. الفيديو دوت هيكمل على الفيديو اللي عملته قبل كده على الطفل وهو لسه في بطن، او ابنك وهو لسه في بطن مراتك، او بنتك عشان العنصريه. بعد بقى ما حافظت على ابنك وهو في بطنها، او حافظت على ابنك وهو في بطنك، نكمل بقى جملنا ونحافظ عليه لحد ما يكبر ويقدر يعتمد على نفسه. زي ما قلت تنفس من البق خطر، ممكن بجد يدمر مستقبل ابنك لما يكبر ويبوظ شكله في المستقبل. طيب هتقول لي طب الموضوع دوت هنستفاد بيه ايه يعني؟ ايه يتنفس من مناخيره وبقه دي؟ الموضوع بمنتهى البساطه، انت لما تتنفس من بقك الموضوع دوت ينفع للاطفال وينفع عليك انت كمان، لو انت يعني وشك مبهدل بسبب التنفس من البق. لما تتنفس من بقك عضلات وشك بتبتدي تضعف، عظمك مفيش حاجه بتفضل ضغط عليه. يعني ايه الكلام دوت؟ ودايه الانسان الطبيعيه ربنا خلقك ان لسانك دايما يبقى لازق في سقف بقك طول ما انت بتتكلمش او ما بتاكلش، لان مع الضغط المتكرر دوت انت مش هتضغط جامد، لان دوت مش تمرين، ده وضعيه ربنا خلقك طبيعي بيها، انت مش هتبدا تضغط جامد كده، فهتريحه فوق عادي جدا وهتقفل بقك ودايما هتتنفس من مناخيرك. تعالى بقى نشوف الوضعيه الصحيحه ايه. تعالى نشوف بص على الراجل زي البط ده هيعملها ازاي. بص لسانه فوق، لسانه كله مفروش فوق كده، مش كده، لا لسانه كل مفروش فوق سطح البق والاسنان الاماميه شويه. مع الوقت وعمل جلافزات يعني هي ملاكمه، هيعمل ضغط على الجمجمه هتطلع لفوق، بعد كده هتبدا ان هي تتوسع مع الوقت يعني. وبعد كده اقفل بقك كله، اقفل بقك كله، ما تقفلش بقك وتسيب سنانك على الهواء كده، لا كده انت بتقلل التاثير قوي. اقفل بقك وسنانك، اتنفس عشان البريشر يبقى اكتر، وهتلاقي اللغد بتاعك حتى قل كده او الشد شويه لورا، فمع الوقت يلغدك ما تقلقش. لما تعمل كده ايه اللي بيحصل بقى؟ انت بتطبق قانون وولف بس على العظم او الجمجمه. قانون وولف دوت ان العظم بيستجيب للضغط المتكرر والمستمر. تقول لي انا ضغط على العظم ازاي يعني؟ انت اساسا طول ما انت لازق لسانك وسقف بقك انت بتضغط على الجمجمه من غير ما انت حاسس، فمع الوقت بقى الجمجمه بتبدا تستجيب للضغط دوت، فبتتشق او بيحصل فيها شروخ، او الشروخ اللي في الجمجمه ديت ربنا خلقها طبيعي بتبدا تتفتح، وما بينها بقى بيبدا يتكون عظم جديد طول ما انت لسانك فوق سقف بقك. لو دلدلت لسانك تاني الخطوط اللي انت فتحتها ديت هتبدا تقفل تاني، لان لسانك هو التقويم الطبيعي اللي ربنا خلقك بيه، مش محتاج تروح عند الدكتور تركب تقويم. فبتعمل ضغط بلسانك مستمر خفيف، لسانك كله يبقى لامس سقف بقك، مش بالمنظر ده لكن بالمنظر ده، وتقفل بقك. ودي طبعا هتتنفس من مناخيرك، فانت لما تتنفس من مناخيرك الهواء بيدخل طول ما انت قافل بقك، فبيعمل برضو ضغط على الجمجمه بس ضغط بالهواء، والجمجمه برضو بتبدا تستجيب للضغط الهواء اللي داخل دوت، فالجمجمه غصب عنها هتوسع لان هي محتاجه هواء زياده يدخل عشان يوسع مجرى الهواء، تعرف تتاقلم. لما ابنك بقى يبدا يتنفس من بقه وقت طويل قوي زي ما قلت العضلات بتاعت الوش بتبدا تضعف، العظم بيبدا ينزل لتحت وبيبدا يوقف نمو، لان طول ما اللسان دايس في سقف البق العظم غصب عنه هيضطر انه يوسع، لكن طول ما هو مريح الوش هيثبت لان مفيش حاجه ضغط عليه لحد ما يجي سن معين والجمجمه تبطل تنمو. الموضوع هيبقى اصعب بعد كده لان الجمجمه هتبقى صلبه، وطبعا ده بيسبب ايه بقى؟ بيسبب ان ابنك هيبقى وشه رفيع قوي وهيتنفس بصعوبه، لان طبعا الجمجمه ما كملتش انها تتوسع، فهتفضل ضيقه والتنفس عنده هيبقى صعب قوي لان مجرى الهواء عنده قليل او ضيق مش واسع. وكمان سنانه الاماميه كلها هتبدا تبقى متبهدله، تبقى كلها متراكمه ومتزاحمه مع بعض كده مش خط مستقيم، وده بسبب ان الفك العلوي بتاعه ضيق قوي، فالسنان اصلا مش لايقه مكان. وطبعا المشاكل في النوم لما ينام لان مفيش اكسجين كفايه بيدخل للمخ فبيصحى تعبان ومرهق قوي. وبلاش البزازات الكتير، يعني انت لما تخلي طفلك او لما تخلي طفلك يفضل يمص في البزازه كتير كده ده طبعا بيمنع اللسان انه يلزق في سقف البق وبيمنعه انه يتنفس من مناخيره كويس. بلاش دايما تحط البزازه في بقه ويفضل يمصها، ده غلط. وبلاش برضو تخلي ابنك يمشي غصب عنه، يعني انت ما تسيبوش كده وهو بيحبي تفضل تشيله وتقول له تاتا تاتا ولا الحاجات العبيطه دي. هو صدقني والله العظيم هيمشي لوحده، هو ربنا خلقه هيمشي في الوقت المناسب. ما اكيد يعني هو مش عارف يمشي عشان عظمه لسه طري، تقدر تعمل لي كده وتاتا تاتا وخدت العتبه ويخلي هيكل العظم يضعف ورجليه تضعف ويحصل لها التواء او ايا يكن، هيمشي لوحده ان شاء الله. اهو يا عم دي اخرة التنفس من البق. بص الراجل بقى عامل ازاي، الراجل بقى شخصيه 2 دي، الراجل بقى عباره عن كرتون شخصيه 2 دي. شفت بقى كده، شفتك عامل ازاي بقى عامل ازاي، انت مش مصدق اهو قدامك اهو، اتفضل اهو يا عم اهو اهو يا باشا. هتقول لي خس، عارف ان خس بس هو ايه برضه دقنه كبر، وشه كبر اللي قدامك، حتى دعايه ربطك بايظه اساسا. وخد دي كمان، فين بقى الجينات هنا؟ هتقول لي جينات، فين بقى الجينات هنا؟ بس هو وشه نحيف، شرانه بايظه يعني هي اصلا مبهدله، وده لان العظمه بتاعت الخد بتبقى نازله لتحت قوي فدايما بتبان انها طالعه لبره كده. لكن هنا الراجل ده وشه شكله صحي اكتر، هو مش وسيم، هو شكله صحي اكتر، كان بيتنفس من مناخيره. ايه بقى الصعب في كده يا باشا؟ هو انت مش بتشوف ناس كتير شكلهم عامل كده وعلى طول فاتحين بقهم؟ ده صح، انت لو شفت حد يا منظر ده ركز عليه كده هتلاقيه دايما فاتح بقه، فما تتحججش بسبب موضوع الجينات ده كتير.
طيب عشان نلمع ده نعمل ايه؟ زي ما قلت نرجع من الاول خالص، نيجي اولا وهو لسه مولود، حاول كده وهو نايم شوف وضعيه لسانه فين، هل وضعيه لسانه فوق سقف البق ولا تحته؟ افتح كده فكه بالراحه وهو نايم وشوف، لو لسانه متعلق فوق يبقى كده تمام، سيبه على كده، خليه يتنفس من مناخيره ويقفل بقه تاني، لو لسانه لقيته متدلدل تحت يبقى ده خطر ووش ابنك هيبوظ في المستقبل او مع الوقت او مع السنين. طيب تحل المشكله ازاي؟ وهو نايم تضغط على الحته اللي تحت الدقن دي كده بالمنظر ده بالراحه كده، هتدلكها وهتزق اللسان من تحت لفوق وهتفتح بقه وهتشوف لسانه اتعدل ولا لا، بعد كده تقفله تاني اهو. لو فتحت بقه ولقيت ابنك ساب بالمنظر دوت كده هيبقى طبيعي، خلاص اقفل تاني وكان الموضوع تمام. لو لقيت لسانه مدلدل لتحت هيفضل تضغط كده من تحت دقنه لحد ما لسانه يتعدل تاني، تضغط بالمنظر دوت لحد ما لسانه يرجع لطبيعته تاني عشان ما تبصش، تقدر تفتح وتشوف لسانه اتعدل ولا لا. لو ما اتعدلش بقى اديله على وشه. تقدر تكرر العمليه دي لحد ما ابنك يتعود او لحد ما المنطقه اللي فوق عنده توسع لوحدها بسبب ضغط اللسان وهو لوحده لسانه هيبقى متعلق فوق. لان من ضمن الاسباب اللي الطفل ما بيعرفش يخلي لسانه فوق ان ممكن يكون مولود هو ما عندوش مكان اصلا، فانت تقدر تساعده من هو صغير عشان حياته تبقى اسهل بعد كده. هو لا اراديا لسانه هيتعود ان دي الوضعيه الطبيعيه. طب نفترض ان انت اتاخرت شويه، انا دلوقتي لا لسه في ابتدائي او لسه في اعدادي يعني لسه صغير، تمام. هنا بقى هتبدا تراقب ابنك كويس، لو لقيته طول الوقت فاتح بقه وبيتنفس من بقه او لقيته طول الوقت فاتح بقه كده ومدد لسانه تحت، يبقى هنا هتاخد موقف وهتعلمه ازاي يتنفس من مناخيره وازاي يخلي لسانه فوق سطح بقه. ليه الناس صدقني الحاجه دي هتفيده قوي لما يكبر، مش عارف قيمتها غير مع الوقت في المستقبل وهيشكرك بعدين، بس انت هتسهل حياته لان لسه هيتظبط. فانت راقبه كل ما يكون فاتح بقه قول له ان يقفله ويخلي لسانه فوق سقف البق، ولو ما فيش مكان في اسنانه يبقى قول له برده خليه يحاول يفضل مثبته فوق لحد ما مع الوقت هو اصلا كده عظمه طري، بعد كام شهر الحته دي هتوسع وهيقدر انه يحط لسانه فوق زي الناس الطبيعيين. وطبعا غالبا ابنك لما يعمل الحركه ديت هيبقى عنده صعوبه في التنفس شويه وده طبيعي، خلي الهواء كده يدخل وهو بقه مقفول، نفس من مناخيره، الهواء زي ما قلت هيعمل قانون وولف، هيضغط على العظم غصب عنه، العظم هيبدا يتوسع يخلي شكل سواء الولد او البنت يكون شكلهم احلى بكتير، ما يكونش شكلهم تعبان كده او جلد مترهل او حته الفك دي راجعه قوي كده لورا. كل ده بيحصل بسبب التنفس من البق، التنفس من البق ممكن يضيع حياه ابنك، ممكن يدمرها، فانت الحقه من الاول كده. طيب في حل تاني بس انا مش برجحه قوي يعني، الحل اللي انت لما تلاقي ابنك وشه رفيع كده هتودي ابنك عند دكتور تقويم وتساله هل ابني محتاج يوسع الحته اللي فوق ديت ولا لا، هل عنده ضيقه ولا لا، فالدكتور يا اما يقول لك اه او لا، بس هو ده دكتور كويس انا ببصش، فالدكتور هيبدا يحط لك جهاز كده هيبدا يوسع الفك العلوي عند ابنك واحده واحده. في غلطه الاباء بيعملوها لما يلاقوا سنان ابنهم كلها متلخبطه كده ومتدمره، اول حاجه بيفكروا فيها لما يحطوا تقويم، وده اكبر غلط لان مع الوقت السنان هترجع لوضعها تاني، لان اصلا مشكله السنان البايظه او المعوجه ان هو اصلا ما عندوش مكان كفايه في سقف بقه، فانت ما ينفعش تروح تعالج المشكله الثانويه وسبب المشكله الرئيسيه. انت اصلا لما الحته اللي فوق ديت توسع سنانه هتبدا تتركب لوحدها، لان اصلا لسانك هو التكوين الطبيعي اللي ربنا خلقك بيه، بس انا ما بحبش الصراحه وضع اي جهاز، اللسان ربنا خلقك بيه وطبيعي وده احسن من اي جهاز، وانت كده اصلا ابنك لسه صغير فاكيد جمجمتك هتستجيب للضغط بعد كام شهر بس، ومع الوقت ابنك وشه هيبدا يعرض وشكله هيبقى احلى بكتير، بدل ما وشه كان نازل كده ومترهل وتعبان ووشه كان رفيع قوي. طبعا الموضوع مش موضوع شكل بس، الموضوع موضوع صحه، ابنك مش قادر يتنفس. ونيجي بقى للحاجه الثانيه وهو بياكل او بيبلع، حتى ديت فيها وهو بياكل او بيبلع راقب ابنك هو بياكل وبيبلع ازاي، يعني ما تخلوش وهو بياكل يفضل ياكل او يندغ ببقه بالمنظر ده، الحركه دي بتخلي عضلات الشفايف تترهل مع الوقت وبرده هتبوظ عظم لان الجلد بيشد على العظم، وابنك لسه صغير خليه ياكل طبيعي عنده طبيعي يحرك فكه بس، ولما يجي يبلع بلسانه. هتقول لي يبلع بلسانه ازاي؟ يبلع بلسانه يعني ما يعملش الحركه دي، ما يبلعش ببقه، يبلع بلسانه يعني بالمنظر ده، اللي هو لما يجي يبلع لسانه لوحده غصب عنه وهو بيبلع وانت بتبلع طبيعي يعني هتلاحظ ان لسانك بيخبط في سقف البق غصب عنك، مش بيخبط بشده لكن بيلمسه لمسه خفيفه كده. عارف بقى لمسه خفيفه دي مع الوقت وبعد كام شهر ده هو دوت اللي هتظبط جمجمه ابنك وهتخليه شكله احلى مع الوقت، هي اللمسه الخفيفه دي، لان اصلا انت ابنك عض بص خفيف، انت ممكن تاخد معاك سنتين بالكتير، لكن ابنك بعد كام شهر فعلمه يتنفس وياكل ويبلع صح. الحاجه الثالثه وهو نايم، دي بقى اهم حاجه واللي قلت كوم واللي جاي ده كوم تاني، لما تلاقي ابنك وهو نايم فاتح بقه وبيتنفس من بقه امنعه، لان ابنك وهو نايم بينام من 10 تقريبا بتنام من 9 ل 10 ساعات، فده مده طويله قوي وهتفرق في شكل وشه، لان برضه لو اتنفس من بقه هيحصل نفس الاعراض اللي قلت لك عليها. هل هو نايم فاتح بقه وعمال يتنفس من بقه ولسانه مدلدل، ولا هو نايم زي البني ادمين الطبيعيين قافل بقه ولسانه فوق وبيتنفس من مناخيره؟ فلما تلاقيه كده عوده وعلمه، لو ما قدرش يبقى هو نايم هتفضل تقفل بقه دايما وهو نايم لحد ما يتعود، وكمان لما يصحى تفهمه ان دوت هيبوظ شكل
كوليسترول في المستقبل، ويحاول ان يقفل بقه ويتنفس من مناخيره. لو ما قدرش يبقى هو كده عنده مشكله في الجيوب الانفيه او حاجه عامه زي اللحميه كده، هتشيلها له بدري عشان ما تبوظش. بعد كده بقى يرجع يتنفس زي الادمين الطبيعيين ويسه يتظبط مع الوقت. صدقني الحاجات دي بتفرق قوي، لان اهم حاجه اهم حاجه وهو نايم، لان بينام فتره طويله قوي. فانا عايز اقول لك ان انت تنقذ ابنك بدري وتحسن من شكله بدري، مش شكله بس، مش همك الشكل يا سيدي، يبقى حسن من صحته. والوقت دوت للبنات والولاد الاثنين. نيجي بقى لاخر حاجه، ابنك لما يكون قاعد على الكمبيوتر او ماسك التليفون، غالبا هو ماسك التليفون بيبقى حاجه جديده عليه، فبيفضل فاتح بقه بالطريقه دي لانه مسبهل يعني الحاجه الواو اللي شايفها ديت، فده برده بيبقى عضلات الوش وبعد كده بيبوظ. فعلمه برده هو ماسك التليفون او اي لكن هو بيعمل طول ما هو ساكت، يفضل قافل بقه ويتنفس من مناخيره ولسانه فوق. لو ابنك ما قدرش خالص يبقى خلي الجهاز ده للاخر. الجهاز دوت لو ابنك ما استجابش او ما قدرش يعملها صح، لو ما قدرش يعمل كده خلي بالك ان الجهاز دوت مش رخيص، هتروح عند الدكتور وهو هيعمل لك المقاسات بالظبط، بس واحد دكتور كويس علشان اوش ابنك ما يبص. بس خلي الجهاز ده للاخر. لو كل الحلول اللي قلتها لك دي ما نفعتش، بس انت حاول يعني تلحقه اول ما يتولد، الحاجه اللي قلت لك عليها دي وهو نايم، ليه دوت صدقني هيفرق جامد، ويفرق في صحه ابنك جامد وشكله في المستقبل، وهتكون فخور بيه لما يكبر. نيجي بقى للطول. طبعا انت مش عايز ابنك طوله يبقى اقل من الطبيعي. بص، هو الطول دوت جينات، لكن احنا عايزين ابنك يبقى يوصل لاقصى طول جين، اقصى طول الجينات اديتها له مش اقل. حاجه زي ايه؟ اولا طبعا هتركز على البروتين. البروتين موجود طبعا معروفه في البيض، السمك واللحمه والبقوليات. البقوليات هي العدس والفول والحاجات اللي بناكلها. وطبعا الكالسيوم مهم جدا، يعني لو هتقدر على الاقل تديله كوبايه لبن كل يوم، او حتى يا سيدي كل 3 ايام، يعني مرتين في الاسبوع كوبايه لبن، دي حاجه تبقى كويسه جدا عشان يوصل لاقصى طول ليه. فيتامين دي بقى هو اللي بياخد الكالسيوم دوت من الدم ويحطه على العظم، ينقله العظم يعني، وده موجود في الشمس. يعني لو هتخلي ابنك يقف في الشمس لمده ربع ساعه كل يوم هتبقى حاجه حلوه، او ممكن تجيبه من الاكل. طبعا هو لا غنى على الشمس، ده طبيعي ده اساسي. طبعا الفيتامين دي مش موجود بكثره في الاكل، بس هتلاقيه مثلا في السمك الدهني زي السلمون والسردين والتونه، او مثلا صفار البيض. عشان كده بقول لك البيض اصلا فيه كل الفيتامينات اللي انت محتاجها، فيه البروتين والفيتامين. بس حاول وانت بتسلق البيض بالاحسن يكون مسلوق طبعا، انك ما تسويهوش قوي، يعني خليه نص سوا كده، ان الصفار ما يبقاش ناشف قوي، يبقى شبه سائل، بحيث ان الفيتامينات اللي فيه ما تتحرقش وقيمتها ما تقلش. او لبن مدعم مكتوب عليه فيتامين دي. وطبعا المشروم خاصه لو كان متعرض للشمس هو بيكبر، يعني المشروم بياكل اسمها مشروم. واهم مصدر لفيتامين دي يظل الشمس، كل يوم من 15 30 دقيقه يوميا. لو مش يوميا حاول على قد ما تقدر. انا عارف احنا اصلا تقريبا كلنا قاعدين في البيت، بس هو اكيد بيروح المدرسه يعني. نيجي بقى للزنك. خلي بالك الزنك والحديد من اكبر الاسباب اللي بيخلي الاطفال نموهم يقف بدري. الزنك والحديد هو اصلا هرمون النمو بتاع الطفل، فاحنا مش عايزين يحصل مشكله بسبب النقص. الاطعمه الغنيه بالزنك افضل مصدر اللحوم الحمراء، الفراخ والبقوليات، لها العدس والحمص والفول، المكسرات زي الكاجو واللوز، وطبعا كالعاده البيض. نيجي بقى للعنصر الاهم الثاني، الحديد. الحديد نوعين، في منه حيواني وده بيمتص بسهوله، وفي منه نباتي وده بيمتص اقل او بصعوبه شويه. يعني الحديد بيفرق هل موجود في لحمه ولا موجود في نبات. حيواني الاقوى اللحوم الحمراء، الكبده من اقوى المصادر، الفراخ والسمك. نباتي السبانخ، العدس والفول، المكسرات والحبوب الكامله زي الشوفان. وممكن كمان مش لازم بس تحط معاه فيتامين سي، او تاكله بعدها ليمون او برتقال او استفندي، اي حاجه فيها فيتامين سي عشان بيسرع على الامتصاص. ممكن عشان تستفيد باقصى درجه، او تعمل ميكس كده مع بعض، كبده زي السلطه بليمون عشان تجمع الفيتامينات اللي فيها كلها، او بيض زي لبن مدعم، تاكل البيض بعد كده يشرب اللبن، او عدس زي الليمون وخضار، تحطهم كلهم مع بعض يعني. وطبعا ما تدلوش اي مكملات غذائيه غير لما تستشير الدكتور الاول، ومفيش حاجه هتعوض الاكل الطبيعي لان المكملات حاجه صناعيه. نيجي بقى للنوم. النوم لازم ينام من 8 ل 10 ساعات، ولما تكون نايم لو سمحت اقفل على النوم بحيث ان عقله يرتاح ويدخل في مرحله النوم العميق بسرعه ويصحى فايق ونشيط. ويفضل النوم يكون بالليل طبعا. ويجي للرياضه. بص، هي الرياضه مش بتمط الجسم، لكن بتحفز هرمون النمو زي السباحه او الجري، او ان يفضل متشعلق كده في البار بتاع العقله. الحاجات دي يعني حاجات طبعا بتاثر سلبا، زي السهر الكتير او الاكل السيء، الجانك فود يعني المليان دهون وحشه زي الكريب والحاجات ديت، او طبعا نقص الفيتامينات اللي احنا قلناها، او الضغط النفسي الشديد. فحافظ على نفسيتك. تراجع دكتور امتى لو لاحظت ان الطول اقل كتير بالنسبه لعمر، او ان نموه وقف فجاه. وبس كده. مش هتعمل لايك، تعمل ماديا لو تقدر. سلام.